العادي ان الجبنه بتتحط فوق البرجر بس، لكن ده بقى الجبنه محشيه وسايحه جواه، اسمه جوسي لوسي. طريقته مش صعبه قوي، في الفيديو ده هوريكم ازاي عملته والخطوات اللي تمشوا عليها عشان ما يفكش منكم والجبنه ما تقعش في الطاسه وانتوا بتسووه. اول حاجه نوع اللحمه، حاولوا تنقوا لحمه الدسم فيها متوسط او قليل. اللحمه اللي فيها دسم كتير حجمها بيتغير قوي وهي بتستوي، وده ممكن يخلي البرجر يتقطع ويوقع الجبنه اللي جواه. كل ساندوتش برجر واحد من ده بيحتاج كورتين لحمه، وانا هعمل 2 فاحتاجت 4 كور. عملت الكور وزنها 100 جرام وحطيتها على ورقه زبده وضغطتها بالطاسه كده عشان تبقى دايره كبيره كاني بعمل سماش برجر. ممكن تستخدموا برجر بريس او مكبس برجر، بس مشكلته انه بيطلع الدواير حجمها صغير، وانا مش عايزها صغيره عشان هي بتصغر اكتر وهي بتستوي لاننا مش بنيجي جنبها خالص. احسن جبنه بقى للبرجر ده في رايي هي الامريكان تشيز او جبنه البرجر اللي بتتباع سلايسز مربعه كده دي، ده عشان بتسيح بسرعه وبتفضل سايحه شويه، ودي حاجه مهمه جدا للبرجر ده. تنتها عشان تبقى في نص الدايره كده وما تتسربش بره، وحطيت لكل برجرايه سلايس ونص. عشان اقفلها بقى جبت الدوائر الفاضيه وحطيتها فوق الدوائر اللي عليها جبنه، وقفلت الاطراف كويس. قفل الاطراف برضو مهم جدا عشان الجبنه ما تسحش من خلالها. كنت بضغط الطبقتين كده على بعض، بعدين اسويهم عشان اخلي فوق وتحت كانهم معجونين مع بعض. وعشان البرجر بقى يحافظ على شكله ما حطيتش اي توابل خصوصا الملح دلوقتي عشان اللحمه ما تنزلش ميه كتير، هحطها وقت التسويه. وكمان شلته مش متغطي في التلاجة نص ساعه. في النص ساعه دي حمصت البرجر بانز، سيحت زبده في طاسه وحطيت فيها البانز مفتوحين وسبتهم لحد ما اتحمصوا كده. كمان عملت صوص البيج ماك، لو عايزين طريقته هتلاقوها في فيديو البيج ماك اللي عملته قبل كده، بس ممكن تحطوا اي صوص تحبوه. حطيت منه من تحت ومن فوق، وما زودتش غير خيار مخلل وبصل بس. زي اي برجر زودوا له اي توبينجز تحبوها. كده بقت كل حاجه جاهزه، مش فاضل بس غير ان اطلع البرجر من التلاجة واسويه. سخنت زيت في طاسه ما بتلزقش على نار متوسطه او اعلى شويه من المتوسطه، والبرجر لما تطلعوه من التلاجة هتلاحظوا اكيد ان الجزء اللي من تحت فيه ده فلات، والجزء اللي من فوق عالي من النص كده عشان تحتيه الجبنه. عشان يستوي وياخد كراست حلو ومتساوي لازم الجزء اللي اسويه الاول هو الفلات اللي تحت ده. بس قبل ما احطه في الطاسه تبلته هنا بحوالي ربع معلقه صغيره ملح وفلفل اسود. ممكن تزودوا كمان بودره ثوم وبودره بصل، بس بلاش تزودوا قوي توابل البرجر عشان هو احلى بتوابل قليله. بعد ما حطيته في الطاسه واتاكدت ان في زيت تحته سبته خالص وما جيتش جنبه. البرجر العادي ممكن اضغطه عشان يستوي احسن، بس ده لو ضغطته هيتقطع ويوقع الجبنه اللي فيه. بعد 3 دقايق لما لاحظت انه استوى من تحت تبلت الوش التاني برضو بربع معلقه صغيره ملح وقدها فلفل اسود، وقلبت البرجر بالراحه خالص على الوش ده عشان يستوي من الناحيه التانيه، وبرضو ما جيتش جنبه خالص. وعلى عكس الستيك اللي ممكن ناكله رير او ميديوم، البرجر او اي حاجه باللحمه المفرومه المفروض تبقى ويل دان، يعني مستويه بالكامل لحد جوه. فعشان اتاكد انه يستوي كويس بعد ما قلبته بدقيقه حطيت حوالي ربع كوبايه ميه مغليه في الطاسه وغطيتها. الستيم المحبوس في الطاسه ده هيسويها كويس. لو عاملين برجر نفس الحجم بتاعي فهياخد حوالي من 3 ل 5 دقايق كمان عشان يستوي. واي حد طبيعي هيقول ده برجر محشي جبنه، فطبيعي ما زودلوش جبنه تاني من فوق. بس انتم متابعيني وعارفين اكيد ان انا مش حد طبيعي، فلما قرب يستوي حطيت سلايس جبنه تاني من فوق وسبتها تسيح عليه. لما ساحت والبرجر استوى طلعت البرجر من الطاسه على طول على البن وغطيته بالجزء التاني. احلى حاجه انه يتاكل على طول عشان يبقى لسه سخن والجبنه لسه سايحه جواه كده. انا قطعته نصين عشان التصوير وعشان اوريكم المنظر من جوه، بس عاده باكله وهو مدور عشان الجبنه ما تقعش بره بالشكل ده. اصل انا ما صدقت حافظت عليها اصلا جوه. وعموما لو انتوا زي كل الناس وبتحبوا البرجر والجبنه فاكيد هتحبوا ده، زي ما قلت لكم جوسي ومليان جبنه والصوص اللي عليه محليه اكتر. جربوه وقولوا لي رايكم. الفرق بين البان بيتزا واي بيتزا تانية غير طريقة التسوية طبعا هي ان البان بيتزا محتاجة ان العجينة بتاعتها نفسها يبقى طعمها حلو جدا، وده اللي ركزت عليه في الوصفة دي، اني اعمل عجينة فعلا طعمها حلو لدرجة انها تتاكل حاف وفي نفس الوقت تكون سهلة. عملتها بكوباية ونص دقيق متعدد الاستخدامات، حطيت عليهم معلقة صغيرة ملح، وممكن تزودوا رشة توم بودرة وزعتر لو هتاكلوها كعيش مش بيتزا. حطيت عليها بعد كده نص كوباية مية دافية كنت مقلب فيها معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة ممسوحة خميرة فورية، وسبتهم لحد ما الخميرة بقت اكتف وعملت فوم فوق المية كده. كمان حطيت ربع كوباية لبن او حليب للي مش من مصر. في المخابز ومطاعم البيتزا عادة بيستخدموا لبن بودرة، بس أنا جربت بالعادي ومفيش فرق. كمان زودت معلقتين كبار زيت زيتون، وزيت الزيتون ده هستخدمه كتير في الوصفة دي عشان ده هو اللي هيدي البان بيتزا طعمها المميز. قلبت العجينة عشان أعمل منها كتلة أعرف أعجنها بإيدي، ونقلت الكتلة دي على الورك توب وعجنتها من 5 ل 10 دقايق. بعدين عملتها على شكل كورة ونقلتها في بولة وغطيتها بزيت الزيتون، ودهنت البولة نفسها من تحت والجنب بزيت الزيتون برضو عشان العجينة ما تلزقش فيه. بعدين غطيت العجينة وشلتها في حتة دافية في المطبخ عشان تخمر، وهي بتخمر عملت الصوص، والصوص ده ينفع لأي نوع بيتزا. قطعت نص بصلة حتت صغيرة ومعاها فص توم كبير، وكمان ضربت كوبايتين عصير طماطم في الخلاط. وفي طاسة على نار متوسطة سخنت زيت زيتون وقلبت فيه البصل لحد ما بقى طري شوية. بعدين حطيت التوم وقلبته أقل من دقيقة وحطيت عليه عصير الطماطم. تبلت ده بنص معلقة صغيرة ملح
ورشة فلفل اسود ورشة سكر، وعشان اقوي الطعم واللون حطيت معلقة كبيرة معجون طماطم. سبتهم يغلوا من 5 ل 10 دقايق على نار هادية لحد ما لونها بقى قوي كده. بعدين طفيت النار وحطيت فيها حوالي 5 ورقات ريحان فريش وعودين زعتر، ممكن تستخدموا المجفف بس الفريش احلى. وسبت بعد كده الصوص يبرد شوية. بعد ما برد حطيته في الخلاط تاني وسبت فتحة في الغطا بتاع الخلاط وانا بضربه، وعشان اخلي الصوص يبقى سموث وعشان اشيل منه المرارة اللي ممكن تبقى في الريحان والزعتر صفيته كويس كده. الصوص بقى جاهز لتسوية البيتزا. بقى استخدمت طاسة او بان عشان بان بيتزا، ودي كاست ايرن، بس ممكن تستخدموا اي نوع طاسة او صينية تكون تقيلة وتخينة وتكون ممكن تدخل الفرن. طلعت العجينة لما اتخمرت وحجمها بقى ضعف حجمها الاصلي، بس قبل ما احطها في الطاسة دهنت الطاسة بشوية زيت زيتون، شوية كتار يعني، ده اللي هيحمر العجينة من بره ويديها قرمشة خفيفة كده. دهنت الطاسة بيه كويس من تحت ومن على الأطراف. بعدين حطيت فيها العجينة وفردتها بإيدي لحد ما غطت الطاسة كلها. كمية العجينة اللي عملتها تكفي طاسة مقاس 24 أو 26، وطبعا هتبقى أتخن شوية من البيتزا العادية علشان دي بان بيتزا مش إيطاليان. وعشان العجينة تحافظ على شكلها وهي بتستوي عملت في نصها حفر بصوابعي كده، وبرضه عشان الطعم واللون دهنتها من فوق بشوية زيت زيتون كمان. ولأن العجينة تخينة شوية هسويها لوحدها قبل ما أحط عليها التوبينجز. حطيت الطاسة دي في فرن كنت مسخنه على 200 ومشغله من تحت بس. سبتها فيه حوالي ربع ساعة أو لحد ما لون العجينة اتحمر من تحت كده والعجينة شبه استوت. لو كنت سبتها شوية كمان في الفرن كان هيبقى عندي عيش ايطالي لذيذ جدا ممكن اكل بيه اي حاجة، بس انا كملتها بيتزا. حطيت الصوص الاول ووزعته كويس، فوقيه بشرت شويه صغيرين جبنه بارميجان بس مش لازم لو مش عندكم، وفوق خالص حطيت الجبنه الموتزاريلا كمان عشان اديها لون حلو، ورشيت شويه صوص فوق الجبنه. انا عملتها بالجبنه بس لكن ممكن تستخدموا اي توبينجز تحبوها، وعشان العجينه تخينه فبتستحمل يتحط فوقيها توبينجز وجبنه كتير. رجعت الطاسه الفرن بس المره دي شغلت الفرن من فوق بس، وحطيت الطاسه قريب جدا من شوايه الفرن وسبتها لحد ما الجبنه ساحت وبدات تتحمر. طلعتها لما بقى لونها عامل كده ورشيت عليها شويه زعتر فريش تاني من على الوش. عشان البيتزا مقاس 24 تعتبر صغيره شويه قطعتها 6 سلايسز بس مش 8 كده، السلايس هيبقى حجمه كويس. ورأيي البيتزا دي تكفي فردين، والعجينه كانت تخينه وده اللي احنا عايزينه من البان بيتزا، بس عشان طعمها حلو فمحليه البيتزا كلها. في رأيي ما كانتش محتاجه حاجه عليها اكتر من الجبنه والصوص بس، لكن لازم تتاكل وهي سخنه كده عشان العجينه تكون لسه هشه والجبنه تبقى سايحه. قولولي بالنسبه لكم البان بيتزا التخينه دي احلى ولا الايطاليان الرفيعه؟ التتبيلة ممكن تكون أهم حاجة في الشاورما، وأنا بحضر للوصفة دي جربت بهارات وتوابل كتير وفضلت أزود حاجات وأنقص حاجات لحد ما وصلت لل 13 بهار. دول اللي خلوني أعمل أحلى شاورما فراخ عملتها في حياتي. تاني اهم حاجه بالنسبه للشاورما في رايي هي طريقه التسويه. حد عارف اصلا كلمه شاورما جايه من ايه؟ عشان مش كل الناس عندها سيخ شاورما وشوايه شاورما في البيت، فحاولت ان انا اوصل لنفس طريقه التسويه بس باجهزه وادوات البيت العاديه. وكمان في الفيديو ده هوريكم ازاي بعمل التوميه وازاي بلف الراب بتاع الشاورما بالعيش الصاج السوري. بس هبدا بالتتبيله اللي وصلت لها، وهي عباره عن معلقه صغيره من الحاجات دي: حبهان او هيل مطحون، بودره ثوم، بودره بصل، صماق، كمون، زعتر، شطة أو بابريكا لو مش عايزينها حراقة، ونص معلقة صغيرة من الحاجات دي فلفل أسود، جنزبيل، ولو الجيوب الأنفية عندكم تعبانة زيي فالتعامل مع التوابل الكتير دي هيبقى صعب شوية. كمان نص معلقة قرفة وكزبرة، وربع معلقة صغيرة كركم وقرنفل. عشان التتبيلة يبقى طعمها مغطي الفراخ كويس استخدمت كل التوابل دي مطحونة وقلبتها في بعضها كويس، وكده بقى عندي التتبيلة دي. انا فخور جدا بيها بصراحة، فهسميها على اسمي تتبيلة عمر عربي للشاورما. هوريكم ازاي تبلت بيها الفراخ. بالنسبة للفراخ نفسها انا اخترت فراخ متقطعة شرايح بانيه رفيعة، ده عشان الراجل بتاع الشاورما لما بيقطع الشاورما من على السيخ بيقطع شرايح رفيعة، فدي هتبقى اقرب حاجة ليها، ومش بقطعها من الاول قطع صغيرة. هقول لكم ليه بعد شوية. حطيت على نص كيلو فراخ علبة زبادي صغيرة اللي هي قد حوالي نص كوباية، وعشان انا كسول ومش عايز ازود معلقة صغيرة للمواعين قعدت كتير بحاول اوقع الزبادي من العلبة. كمان حطيت حوالي معلقتين كبار زيت زيتون وعصير ليمونة صغيرة، وحطيت من التتبيلة اللي عملتها من شوية تتبيلة عمر عربي معلقتين صغيرين مليانين. ولاحظوا اني ما حطيتش ملح على التتبيلة من الاول، ده عشان اظبطه براحتي. حطيت على الكمية دي معلقة صغيرة مليانة ملح. قلبت الفراخ وغطيتها كويس في التتبيلة وسيبوها في التتبيلة دي على الاقل ساعة، لو عندكم وقت سيبوها اكتر من كده. والفراخ بتتبل بقى عملت التومية. الاساس بتاع التومية هو النشا. قلبت معلقتين كبار مليانين نشا في كوباية مية بدرجة حرارة الغرفة من غير ما اشغل النار. لما النشا دابت بالكامل في المية شغلت النار على درجة حرارة هادية وفضلت اقلبها كويس. لما وصلت للقوام ده وقفت تقليب وطفيت النار وسبتها تبرد شوية. لما الميكس ده بيبرد بيبقى شبه الجيلي كده. حطيته في الخلاط عليه معلقة صغيرة ملح و4 فصوص توم كبار وكوباية زبادي.
برضو مش هزود المواعين، و3 معالق كبار مايونيز وعصير ليمونة صغيرة ومعلقة كبيرة خل. لو لقيتوا الميكس ده مش راضي يتضرب في الخلاط ممكن تخففوه شويه باللبن اللي هو الحليب اللي مش من مصر، وهو بيتضرب كده بدات ازود له ربع كوبايه زيت بالراحه جدا. وبصراحه دي مش احلى توميه هتدوقها في حياتكم، بس هي دي التوميه التقليديه وهي لذيذه، والاهم ان هي دي اللي انا بعرف اعملها. بعملها خفيفه شويه عشان اعرف احطها في ازازه سكويز واعرف احطها على السندوتشات والرابس بتاعت الشاورما بسهوله. بعد ما الشاورما اتبلت بدات اسويها. الاول هوريكم الطريقه السهله والتقليديه للتسويه. سيحت حته ليا في طاسه على نار متوسطه. عاده محلات الشاورما بتحط الليا على شاورما اللحمه مش الفراخ، بس انا لقيت ان طعمها على الفراخ كمان بيبقى حلو، بس بدلوها بزيت لو عايزين. شلت قطع الليا بعد ما نزلت الدهون اللي فيها وحطيت شرايح الفراخ مكانها وسبتها تستوي من 3 ل 5 دقايق على كل وش. بعد ما استوت بدات اقطعها حتت صغيره، مش بقطعها حتت صغيره من الاول عشان وانا بسويها على الطاسه تاخد لون حلو كده واعرف اقلبها بسهوله. بس مش دي الطريقه اللي بتوع الشاورما بيسووها بيها. بتوع الشاورما بيحطوها على سيخ ويلفوا السيخ قدام اللهب من غير طاسه ومن غير اي حاجه. وعشان تقريبا محدش عنده شوايه شاورما في البيت، فاقرب طريقه للتسويه دي كانت ان احط شرايح الفراخ في صينيه وسيحت ليا وحطيت منها شويه على الفراخ، ودي اختياري برضو، وحطيت الصينيه دي تحت شوايه الفرن وقريبه جدا منها. للاسف الفرن بتاعي كهرباء، بس لو الفرن بتاعكوا غاز النار هتسوي الفراخ بشكل تحفه. هتحتاجوا بس في نص التسويه تقلبوها. ورغم ان انا فرني كهرباء الا ان برضو الطريقه دي كانت حلوه جدا واقرب فعلا للشاورما من طريقه الطاسه. بعد ما استوت برضو قطعتها حتت صغيره. الحجم اعملوه زي ما تحبوا بس ما تخلوهاش حتت كبيره، حاولوا تصغروها كده. الراب بقى عملته في عيش صاج جبته من السوبر ماركت. ممكن تستخدموا عيش لبناني او بن او تورتيه براحتكم. والعيش متطبق نصين كده، حطيت عليها ريسه فلفل ودي بحطها بس لو عايزها حراقه. فوقيها حطيت توميه وخس وبطاطس مقليه والشاورما وخيار مخلل وتوميه تاني عشان انا بحب التوميه كتير. وببدا باني اقفل اطراف العيش على الشاورما اللي جواه كده وبعدين الفه. حاولوا تقفلوا العيش كويس على المكونات جوه وما تسيبوش فراغات خالص، وما تزودوش الكميات عشان العيش ما يتقطعش. لو عايزين تزودوا ممكن تحطوا طبقتين عيش فوق بعض. ممكن بعد كده تحمروا العيش في طاسه او في ساندويتش ميكر زي ده، بس ادهنوه الاول بالزيت او اي دهون، وحطوا الراب بحيث فتحه العيش تبقى من تحت عشان تتقفل. وبس كده. الشاورما طعمها حلو جدا. ممكن تعملوها في عيش صاج زي كده او فتة شاورما على رز او في اي نوع عيش تاني. قولولي ايه احلى طريقة بالنسبة لكم، وجربوا التتبيلة اللي عملناها دي على اي اكلة تانية فيها فراخ وقولولي رأيكم فيها. كل ما بعمل فيديو بستخدم فيه صدور فراخ بقول لكم اني بقطع الحته اللي من تحت دي واشيلها في علبه في الفريزر لحد ما اجمع كميه منها واعمل بيها ستريبس. الحته دي اسمها تندرلوين وهي احسن حته يتعمل بيها الستريبس لانها طريه جدا ومش بتاخد وقت في السوا وبتطلع جوسي جدا لما تستوي. بس لو انتوا عايزين تعملوا ستريبس دلوقتي ومش عندكم كميه كفايه من التندرز دي في الفريزر، فممكن برضو تعملوها بالصدور نفسها عادي. الحتت دي مش هتبقى طريه وجوسي زي حته التندر، بس ميزتها اني بقدر اتحكم في حجمها وشكلها براحتي. ومشكلة انها مش طرية دي ممكن تتحل شوية بان انقع الفراخ دي في حاجة تطريها وتديها طعم. اللي انا عملته هو اني حطيت كل الفراخ التندرز والستريبس اللي قطعتها في بولة. كمية الفراخ اللي استخدمتها كانت حوالي نص كيلو. على النص كيلو ده حطيت كوباية لبن رايب. اللبن الرايب بيخلي الفراخ طرية وحلوة جدا لما تتنقع فيه. كمان زودت توابل عليها عشان تديها طعم. معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كرفس او زعتر مجفف، الاتنين بيدوا طعم حلو جدا. كمان حطيت نص معلقة صغيرة بودرة ثوم ونص معلقة صغيرة بودرة بصل، وعشان عايزها حراقة حطيت هوت صوص. ممكن تبدلوه بالشطة العادية او البابريكا لو مش بتحبوا الاكل حراق. غطيت البولة وشلتها في التلاجة. الوقت الكفاية من ساعتين ل 12 ساعة، فيهم الفراخ هتاخد طعم حلو وهتبقى طرية جدا. انا بعد 3 ساعات طلعتها من التلاجة. جبت طبقين، حطيت في طبق كوباية دقيق، وعلى كوباية الدقيق الواحدة دي حطيت معلقة صغيرة ممسوحة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة بودرة ثوم ومعلقة صغيرة بودرة بصل ومعلقة صغيرة مليانة بابريكا وقدها شطة عشان عايزها حراقة، بس كالعادة الشطة اختياري. عشان ازود القرمشة زودت ده بيسموه بقسماط خشن او كريسبي البانيه. ده غير البقسماط الناعم، هتلاقوه بيتباع عند العطارين وفي السوبر ماركت. حطيت منه قد نص كمية الدقيق وقلبت الخلطة دي كويس. في بولة تانية حطيت 3 بيضات عليهم ربع معلقة فلفل اسود وضربتهم كويس. كده كل حاجة جاهزة لاني اغطي الفراخ بالبريدنج ده. طلعت القطعة من البولة وهزتها عشان اوقع الراي بالزيادة وغطيتها كويس بخلطة الدقيق الاول. بعدين حطيتها في البيض وغطيتها برضو بالبيض كويس من كل حتة، وطلعتها من البيض وهزتها كويس عشان تنزل البيض الزيادة، وحطيتها في خلطة الدقيق تاني وغطيتها بيها كويس. زي ما انتوا شايفين بغطي الفراخ بالدقيق مرتين، ده عشان القشرة او الكراست اللي من بره في الاخر يبقى سمكه تخين ومقرمش كويس. بعد ما غطيت الكمية كلها فصلت التندرز عن قطع الستريبس اللي قطعتها من الصدور، ده بس عشان اقارن لكم بينهم في الاخر.
دلوقتي كل حاجة جاهزة للقلي، بس الأحسن قبل ما تقلوها تشيلوها نص ساعة في التلاجة عشان القشرة تلزق كويس في الفراخ. للقلي سخنت زيت على نار متوسطة، النار السخنة قوي هتخلي القشرة تغمق جدا قبل الفراخ ما تستوي. بعرف ان الزيت سخن كفاية لما احط فيه حتة عجينة صغيرة كده تطلع على سطح الزيت والزيت يغلي حواليها. لما سخن كده حطيت فيه الستريبس بس من غير مسح من الطاسة. عادة الستريبس بتاخد من 4 ل 8 دقايق عشان تستوي. طلعتها لما لونها بقى دهبي كده. طلعتها على شبكة عشان تصفي الزيت اللي فيها وتفضل مقرمشة، وعملت بقية الكمية بنفس الطريقة. ده شكلها بعد ما طلعت من الزيت. اللي على الجنب ده اللي عاملهم بالتندرلوين، واللي على الجنب ده صدور الفراخ اللي مقطعها ستريبس بالطول. الاتنين من بره لونهم حلو ومقرمشين جدا، ده عشان خلطة الدقيق والبقسماط اللي غطيتهم بيهم مرتين. بس الفراخ المقلية بالذات مش بحس انه كفاية اعرف استوت ولا لأ من لونها من بره، لازم افتح ادخن حتة بالسكينة واتأكد انها استوت من جوه. اول حتة فتحتها دي هي الستريبس العادية، مستوية كويس جدا وطعمها حلو جدا عشان التتبيلة دخلت جواها كويس، وكمان طرية مش ناشفة عشان اتثبت في اللبن الرايب فترة. التانية دي بقى التندر، دي اصلا بتبقى طرية جدا وجوسي حتى لو ما اتثبتش في اللبن الرايب، بس بحطها فيه كده كده عشان تاخد طعم حلو. رأيي لازم تبدأوا تحوشوا الجزء ده عشان تعملوا بيه ستريبس في مرة. لما لقيت نفسي عملت كمية كبيرة من الستريبس قلت اجرب اعمل ساندوتش من اللي بيبقوا كذا دور اللي بنشوفهم في الاعلانات دول. حطيت مايونيز ومستردة على البان من تحت وخيار مخلل، وحطيت عليهم الفراخ وفوقيها خس وجبنة. بعد كده حطيت حتة بان تانية عشان ابني فوقيها الدور التاني، ونفس الكلام مايونيز ومستردة وطماطم وفراخ وجبنة، وفي الاخر حطيت اخر حتة في البان. شكله كان حلو جدا وارخص كتير جدا جدا من اللي بيتباعوا بره، ومعمول في البيت، دي حاجة تخليه مضمون اكتر. هنا كنت بدوق الساندوتش وبقول رأيي فيه، وعشان السرحان اللي انا عايش فيه مخدتش بالي ان المايك مش شغال ومفيش اي صوت اتسجل، بس هو كان حلو جدا لكن صعب قوي يتاكل، دور واحد بس كفايه. جربوا الستريبس دي في ساندوتش كده، او اعملوا مكرونه جنبيها بتبقى حلوه جدا برضو، او قولولي بتاكلوها ازاي، ممكن الطريقه اللي بتاكلوها بيها تعجبني اكتر. اسهل سناك يتعمل في البيت هو ده، الفشار. بيتعمل بسرعة وطعمه حلو جدا، وكمية قليلة قوي من الذرة بتعمل كمية فشار كبيرة جدا، وسهل تعملوه لو عرفتوا شوية تريكس بسيطة في الفيديو ده هقولكوا عليها، وهقولكوا كمان ازاي تعملوه بالزبدة وبالكراميل ومن غير ما احتاج ادخله الفرن خالص. واول حاجة هتكلم عنها هي الملح. الملح لما بتشتروه بيبقى خشن شوية كده، حبيباته باينة. ده مشكلته انه مش بيلزق على الفشار كويس، ولو استخدمتوه عادة بتلاقوه واقع في الطبق من تحت، خصوصا لو عاملين الفشار من غير زيت. عشان كده الاول طحنت شوية ملح في مطحنة التوابل، وممكن تطحنوه في الخلاط بس هتحتاجوا تحطوا كمية اكبر من كده. بعد ما طحنته بقى ده شكله كده، هيمسك في الفشار كويس، بس خلوا بالكم انه كده بيملح اكتر، فلو عادة بتحطوا معلقتين حطوا من المطحون ده معلقة واحدة بس. للفشار نفسه بقى استخدمت دورة الفشار العادية دي، لو عملتوا فشار قبل كده هتعرفوا ان كمية صغيرة جدا زي دي هتطلع كمية فشار كبيرة قوي، يعني كوباية الذرة الواحدة ممكن تعمل 20 كوباية فشار. انا بالنسبة لي كوباية الذرة تعمل فشار يكفي 4 اشخاص. عشان اسوي الفشار احسن حاجة اسويها فيها هو حلة يكون البيس بتاعها تخين كده وتكون بتوزع الحرارة كويس. لو مش تخين ومش بيوزع الحرارة كويس هتحتاجوا بس وهو على النار تحركوا الحلة انتوا بايديكوا كده عشان تضمنوا ان كل الذرة اللي في الحلة من تحت يلمسها الحرارة. وطبعا لازم الحلة تبقى اكبر بكتير جدا من كمية الذرة اللي هتحطوها فيها، على الاقل 20 مرة. شغلت البوتاجاز على نار متوسطة، والزيت اللي استخدمته هو زيت دوار الشمس عشان ملوش طعم قوي يأثر على طعم الفشار. زيت الذرة برضو ينفع طبعا، وعشان تبقوا في السيف سايد حطوا نص كمية الذرة زيت، يعني انا لكوباية الذرة حطيت نص كوباية زيت. بس لو هتستخدموا حلة مش بتلزق ممكن تستخدموا ربع كوباية بس. المهم هو ان اول ما حطيت الفشار على الزيت قلبته فيه واتأكدت ان الزيت غلف حبيبات الذرة كلها بالكامل. بعد كده وزعته كويس وغطيت الحلة وفضلت مراقبها. اول ما سمعت البوبس دي شلت الحلة بايدي وحركتها بدواير كده عشان اوزع السخونية جواها. بعد كده رجعت الحلة على النار تاني وفتحت فراغ بسيط في الغطا. الفراغ ده مهم جدا، ده بدل الاخرام اللي بتشوفوها في مكنة الفشار. الفراغ ده وظيفته انه هيطلع منه بخار المية عشان الفشار يقرمش وما يجلدش. لما صوت البوبس او الفرقعة دي قل خالص بس قبل ما يقف بالكامل طفيت النار، ما استنيتش انه يقف بالكامل عشان شوية ذرة ما فرقعتش احسن من فشار محروق. نقلت بعد كده الفشار ده في بولة كبيرة. شايفين الكمية اللي عملتها كوباية ذرة واحدة؟ حطيت عليه شوية صغيرين من الملح اللي طحنته في الاول وقلبته كويس.
ودقت عشان اشوف لو محتاج ازود تاني. زي ما قلتلكم ما تحطوش من الملح ده كتير من الاول. وكده بقى عندي الفشار العادي جدا، لذيذ ومقرمش ومملح. بس انا قلت اعمل منه نوعين تانيين، وهما اللي بالزبدة والكراميل. للكراميل حطيت حلة كبيرة على نار متوسطة، وممكن تستخدموا هنا سكر بني لطعم اقوى، بس انا استخدمت سكر ابيض عادي. حطيت كوباية سكر واحدة في الحلة من غير زيت ومن غير مية ومن غير اي حاجة، ودي هتعمل كمية كراميل تغطي نص كوباية ذرة. سبتها على النار المتوسطة دي وما جيتش جنبها خالص لحد ما السكر شبه كله اتحول لكراميل. هنا قلبته كويس وحطيت عليه 100 جرام زبدة. الزبدة هتخليه ريتش واحلى بكتير، بس بصراحة ممكن تستخدموا كمية اقل من كده، بس ما تكنسلوهاش خالص. لما الزبدة ساحت ودابت في الكراميل حطيت نص معلقة صغيرة فانيليا ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، اللي هي بيسموها البيكربونات او صوديوم بايكربونات. اول ما حطيت دول طفيت النار وقلبت كويس جدا. بعد كده وهو الكراميل لسه سايح كده، ما تستنوش خالص، حطيت نص كمية الفشار اللي كنت عامله، اللي هو يساوي نص كوباية ذرة. اتأكدوا بس الأول إن الفشار كان برد مش لسه سخن. وقلبت الفشار في الكراميل كده بإني أجيب الكراميل من تحت وأغطي بيه الفشار من فوق. عشان الفشار أنا كنت حاطط عليه ملح من الأول، فالطعم كده هيبقى سولتد كراميل، كراميل مملح. لو عايزينه كراميل بس ما تحطوش ملح على الفشار من الأول. لما شبه غطيت الفشار كله نقلته على بيكنج شيت. بشوف ناس كتير بتحط الفشار في الفرن عشان يقرمش، بس الموضوع مش محتاج. والكراميل لسه سخن هتلاقوه فعلا بيلزق وبيمط كده ومش مقرمش، رغم انه بيبقى حلو وهو على وضعه كده. بس لو عايزينه يقرمش كل اللي محتاجين تعملوه هو انكم بس تسيبوا الكراميل يبرد على الفشار حوالي نص ساعة كده او حسب الجو، وهو من نفسه هيقرمش. انا بعد ما سبته نص ساعة لقيته مسك نفسه خالص كده، فكسرته انا بقى بايدي. والخطوة دي على فكرة ممتعة جدا. وسامعين القرمشة؟ قرمشة قوية لانها ميكس بين قرمشة الكراميل اللي نشف وقرمشة الفشار نفسه. بعد ما خلصت النوع ده بقى عملت النوع التاني اللي هو بالزبدة، بس هو في الحقيقة مش بالزبدة. مشكلة الزبدة ان فيها نسبة مية عالية حوالي 16%، فلو اتحطت على الفشار هتخليه مبلول مش حلو خالص. عشان كده اماكن الفشار يا اما بتحط طعم الزبدة او بيستخدموا دي السمنة او الكلاريفايد باتر بصراحة، بس دي اقرب حاجة ليها. نسبة المية فيها شبه 0%. استخدمت ربع كوباية، دي تكفي تغطي نص كوباية ذرة. سيحتها الاول في الميكرويف. هتلاحظوا ان لونها مش اصفر مش زي لون الفشار اللي بالزبدة، عشان كده زودت لها ربع معلقة صغيرة كركم وقلبتها كويس فيها. كده هتدي الفشار اللون الاصفر المميز بتاعه. خدت بقى السمنة السايحة دي وحطيتها على الفشار بس شوية شوية وانا بقلب بايدي كده عشان ما تتركزش كلها في حتة واحدة. والفشار ده انا اصلا كنت ظابط الملح بتاعه من الاول، فمش هحتاج ازود ملح تاني ولا اي حاجة. وبعد ما غطيت الفشار كله كده بقى جاهز، مقرمش وطعمه قوي من الزبدة اللي هي السمنة بالكركم يعني، ولذيذ قوي. بحب اخلي قدامي ميكس من الاتنين، اللي بالزبدة واللي بالكراميل، عشان اكل شوية من المالح وشوية من المسكر، بس بحاول ما كترش منه لانه بصراحة كارثة. قولولي بقى لو في اختراعات غريبة انتوا جربتوا الفشار بيها. عجينة الكريب المظبوطة هي اللي بتبقى طرية بس ماسكة نفسها عشان نعرف نحشيها، لكن لما تتحمص يبقى فيها قرمشة خفيفة كده بس ما تبقاش بتتكسر برضو. في الفيديو ده هوريكم ازاي عملت عجينة كريب تنفع تتعمل كريب حلو وحادق. للعجينة استخدمت كوباية دقيق، نخلتها علشان ما يبقاش فيها كتل، وعليها حطيت كوباية لبن اللي هو الحليب اللي مش من مصر، وقست اللبن والدقيق بنفس الكوباية. عليهم حطيت بيضتين ومعلقتين ونص ل3 معالق كبار زيت، وتبلتهم بس بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر. وبما اني استخدمت بيض حطيت ربع معلقة صغيرة فلفل ابيض، ده عشان بس ما بوظش لون الكريب، لكن حطوا فلفل اسود لو مش عندكوا ابيض. قلبت المكونات كويس بالويسك بس مش بسرعة علشان ما تعملش فوم. ولما العجينة اختلطت بالكامل وما بقاش فيها كتل شفت قوامها، ده القوام اللي انا عايزه، شبه الطحينة كده، سهلة الدلق بس مش سايبة خالص زي المية. قبل ما اسوي الكريب بقى جهزت الحاجات اللي هحطها جواه، والميكس اللي هقولكوا عليه ده رهيب، ستريبس وهوت دوج وتركي مدخن وفلفل اخضر وزيتون، قطعتهم كلهم كده، ودول طبعا غير الجبنة والصوصات اللي هحطها بعدين. ممكن تحسوا الميكس ملوش علاقة ببعضه بس جوه الكريب بيبقى تحفة. المهم قولولي انتوا على ميكسات كريب بتحبوها علشان اجربها. عشان اسوي الكريب بقى جبت طاسة كبيرة ما بتلزقش وحطيتها على نار متوسطة وسيحت فيها معلقة صغيرة زبدة، كمية تكفي تغطي البيز بس.
وانا عارف ان واحدة من الكبشة دي كفاية على الطاسة دي عشان انا عملته فيها كتير قبل كده، بس انتوا هتحتاجوا تجربوا لحد ما تعرفوا الطاسة بتاعتكم بتحتاج قد ايه من الكبشة بتاعتكم. لما اتأكدت ان الطاسة سخنت، ولازم تتأكدوا علشان الكريب يستوي كويس، دلقت الكريب في نص الطاسة بالظبط، وعلى طول في ساعتها رفعته كده بايدي وميلت الطاسة عشان الكريب يتدلق ويغطي البيز بتاع الطاسة كلها، يعني كأني برسم دايرة بعجينة الكريب كده. لازم عشان الحركة دي تنجح تكون الطاسة سخنت قبل ما تحطوا الكريب، وكمان تعملوا الحركة دي بسرعة أول ما تحطوا العجينة في الطاسة. كل شوية كنت بتشيك على الكريب من تحت، لما لقيته مسك نفسه خالص من فوق واتحمر كده من تحت قلبته على الوش التاني وسبته يستوي، وكنت بفرقع أي بابلز تتكون كده. هو بياخد حوالي من دقيقة لدقيقتين على كل وش. لما اتحمر من الناحيتين شلته في طبق وغطيته عشان ما ينشفش، ممكن تغطوه بفوطة أو بطبق تاني أكبر أو بأي حاجة. ولما بخلص واحدة بعمل اللي بعدها زيها بالظبط. مشكلة الكريب اللي في الطاسة ده بس انه بيبقى صغير، يعني مناسب انه يتعمل كريب حلو، لكن اصغر من انه يتحشي، خصوصا بالميكس اللي انا قلتلكوا عليه ده. فعشان اعمله كبير بقى استخدمت دي صينية ما بتلزقش كبيرة، وسيحت فيها معلقة صغيرة زبدة. بس عشان كبيرة فعين البوتاجاز بتبقى اصغر منها، عشان كده لفتها على العين كل شوية عشان اضمن انها سخنت كويس من كل حتة فيها. طبعا ده وانا لابس الميتنز بتاعت الفرن عشان ما تلسعش. وعملت نفس اللي عملته في الطاسة، ولما اتأكدت ان الطاسة سخنت حطيت الكريب في النص، وعشان انا عملت فيها قبل كده برضو فعارف ان الصينية دي بتاخد كبشتين. اول ما حطيتهم بسرعة حركتها برضو كده علشان ارسم دايرة بعجينة الكريب، وانا مستنيها تستوي برضو فضلت الفها على عين البوتاجاز علشان كل حتة في الكريب من تحت تستوي نفس درجة السوا. ولما اتحمر من تحت قلبته وبرضو سبته يستوي على الجنب التاني. الفرق بقى هنا انه لما استوى على الجنب التاني وطيت النار لأهدى درجة وحشيته وهو على النار كده عشان يتحمص بالمرة. زمان بصراحة كنت بحشيه غلط. الطريقة اللي اتعلمتها بعد كده هي اني احط كل حاجة في النص اللي فوق ده وهو لسه مفرود كده. الاول بس حطيت جبنة موتزاريلا علشان تمسك كل حاجة في بعضها، وحطيت المكونات كلها فوقيها. والصوصات اللي حطيتها هي كاتشب ومايونيز، وطبعا عشان يبقى حراق حطيت كمان هوت صوص. بعدين قفلت بقى نص الدايرة اللي من تحت على اللي فوق، والنص الدايرة الجديد اللي اتكون عندي ده قفلته على بعضه برضه، فالكريب بقى شكله عبارة عن ربع دايرة كبيرة كده. لفتها بفويل وكالعادة اتلسعت وانا بلفها، بس المهم انها كده بقت جاهزة. العجينة طرية بس اطرافها محمصة، والميكس اللي جوه رهيب. الكريب الحلو بقى عملته بالصغير. من الميكسات اللي بحبها فيه هي الشوكولاتة بالموز، حطيتها برضو على النص اللي فوق وطبقت النص اللي من تحت عليه، بس سبتها نص دايرة كده. حطيت عليها صوص كراميل، وساعات كمان بحب احط عليهم ايس كريم. بس قولولي انتوا بتحبوا الكريب اكتر حلو ولا حادق، وايه الميكسات اللي بتحبوهم فيه سواء حلو او حادق برضو. عارفين البيتزا اللي بياكلها كيفن في فيلم هوم الون دي؟ كل ما اشوف المشهد ده بيجوعني جدا، عشان كده قررت اعملها في البيت. ولو شفتوا الفيلم هتعرفوا ان البيتزا اللي بيطلبها هي البلين تشيز نيويورك ستايل بيتزا. نيويورك ستايل يعني عجينة رفيعة وهشة وكراست مقرمش ومليان هوا، ودي بتحتاج مقادير معينة وطريقة عجن معينة وصوص معين وطريقة تسوية كمان مختلفة. بس ما تقلقوش، هقولكوا في الفيديو ده ازاي تعملوا كل الحاجات دي بالادوات العادية اللي في البيت. لو سألتوا حد في نيويورك ايه سر العجينة دي هيقولكوا المية. تركيبة المعادن اللي في مية الحنفية بتختلف من مدينة للتانية، لكن بما انه صعب قوي اجيب مية حنفية من نيويورك عشان اعمل بيها بيتزا، فاستخدمت مية من الفلتر بتاعي عادي. دول 250 ملي مية دافية حوالي كوباية، دوبت فيها 3 معالق صغيرين سكر، واستخدمت معاها الخميرة الفورية العادية خالص دي، حطيت منها معلقتين صغيرين. بحط اكتر من كده لو عايز العجينة تخمر بسرعة، بس عجينة النيويورك ستايل بتتساب تخمر براحتها فما كترتش الخميرة. دوبتها في المية وسبتها تشتغل، وفي الوقت ده حضرت الدقيق. احتجت منه 400 جرام، والدقيق اللي استخدمته في الوصفة دي هو دقيق المخبوزات. الدقيق ده بيبقى الجلوتين فيه عالي، وده بيخليه يستحمل كمية مية أكتر، وكمية المية الكتيرة دي هي اللي هتخلي العجينة هشة. على الدقيق ده حطيت معلقتين صغيرين ملح وقلبتهم في بعض. بعدين حطيت المية اللي كنت سايب الخميرة تشتغل فيها. اتأكدوا ان كل الخميرة والسكر اللي في الكوباية نزلوا عليهم. حطيت معلقتين كبار زيت زيتون، ودي كده كل مكونات العجينة. بسيطة جدا. بدأت الأول بس بإني أقلب الدقيق في المية عشان أخليه يشرب كل كمية المية الموجودة وأقدر أعجنها بإيدي بعد كده. طبعا لو عندكوا عجان أو ستاند ميكسر سيبوه يعجن المكونات دي مع بعض. أنا بحب أعجنها بإيدي، بس هي ليها طريقة عجن معينة هقولها لكم دلوقتي.
لما الدقيق شرب كل المية اللي في البولة وبقى عندي كتلة واحدة كده، رشيت كمية دقيق بسيطة على الورك توب ونقلت العجينة دي عليه. ولو في عجينة لازقة في البولة من جوه كده سيبوها جوه، ما تنزلوهاش على الكتلة دي، عشان العجينة فيها نسبة مية كبيرة بتبقى ملزقة، فعشان تقدروا تعجنوها لازم تتحركوا بسرعة جدا كده. زي ما قلتلكوا نسبة المية الكبيرة في العجينة دي هي اللي هتخليها هشة جدا، فحاولوا ما تزودوش دقيق خالص. زودوه بس لو لقيتوا العجينة ملزقة جدا ومستحيل تتعاملوا معاها حتى لو عجنتوا بسرعة. ولما تزودوا الدقيق زودوه معلقة معلقة مش كتير عشان ما يزيدش منكوا والعجينة ما تنشفش. وما تستعجلوش في تزويد الدقيق، غالبا بعد ما تعجنوها كويس هتلاقوها بقت اسهل في التعامل ومش ملزقة قوي. انا وصلت للمرحلة دي بعد حوالي 10 دقايق عجن، كانت لسه ملزقة شوية ودي علامة كويسة معناها ان العجينة ما نشفتش زيادة، بس ما كانتش ملزقة لدرجة اني ما اقدرش اتعامل معاها. عملت لها تيست عشان اتأكد انها اتعجنت كويس، حطيتها قدام النور وشديت منها حتة رفيعة، لو النور عدى منها كده من غير ما تتقطع يبقى انا عجنتها كفاية، ولو اتقطعت قبل ما تتفرد بالرفع ده يبقى محتاجة تتعجن شوية كمان. غسلت نفس البولة اللي عملت العجينة فيها واتأكدت انها نشفت، بعد كده حطيت فيها زيت، اي نوع زيت ممكن تستخدموه هنا، وحطيت فيها العجينة اللي كانت لسه ملزقة شوية، وزي ما قلتلكوا دي علامة كويسة، وغطيتها بالزيت من كل حتة، وغطيت اطراف البولة نفسها بالزيت. بعد كده غطيت البولة نفسها عشان العجينة ما تكونش طبقة ناشفة من فوق، وزي ما قلتلكوا عجينة النيويورك ستايل بتحتاج تتخمر براحتها فما ينفعش اسيبها بره. حطيتها في التلاجة، ودي بتتساب في التلاجة من يوم ل5 أيام. أنا ما عنديش وقت ال5 أيام بصراحة، فسبتها يوم واحد كامل 24 ساعة، وده كان شكلها بعد اليوم ده. كل ما تتساب أكتر طبعا كل ما تبقى البيتزا في الآخر مليانة هوا وهشة أكتر. رشيت شوية دقيق برضو صغيرين ونزلت العجينة دي عليه، دي تكفي بيتزايتين فقسمتها 2، وعملت كل نص على شكل كورة بإني تنيت الأطراف لتحت كده وكورتها بإيدي. العجينة عشان كانت لسه طالعة من التلاجة فكانت ساقعة طبعا وما ينفعش اشتغل بيها كده، فسبت الكور دي تستريح وتاخد درجة حرارة الغرفة ساعة، ولازم برضو تغطوها وهي بتستريح عشان ما تكونش طبقة ناشفة من فوق. وفي الوقت ده بقى عملت الصوص اللي بيميزها. قطعت له بصلة متوسطة، مش فارق تقطعوها ازاي على فكرة، كده كده هتتصفى في الاخر. وكمان فرمت فصين توم، نفس الكلام برضو فرموه بأي طريقة. والطماطم بقى المفروض تبقى معمول لها بلانشنج ومتقشرة ومتشال البذر بتاعها، بس ده هيصعب قوي الصوص بصراحة، فكل اللي عملته هو اني قطعتها ارباع وحطيتها في الخلاط ومعاها شوية مية يكفوا بس يخلوها تتضرب، وضربتها. طبعا كده القشر والبذر بتوع الطماطم لسه جوه، بس ده عادي مش مشكلة، هوريكوا ازاي هشيله بعد شوية. في طاسة على نار متوسطة سخنت زيت زيتون، لما سخن حطيت فيه البصلة اللي كنت مقطعها وقلبتها، وهنا مش بحمرها، لما دبلت بس يعني لما اصفرت ولونها بقى شفاف شوية كده حطيت التوم. والتوم خلوا بالكم انه بيتحرق بسرعة فما تسيبوهوش كتير على النار خصوصا لو مش نار هادية. انا قلبته حوالي 30 ثانية بس لحد ما ريحته ظهرت وبقت قوية. وهنا حطيت معلقة كبيرة مليانة معجون طماطم، بحب اقلبه في الزيت شوية برضو، بحس ان ده بيشيل منه طعم الطماطم النية اللي بيبقى فيه. بعد ما قلبته دقيقة واحدة حطيت كوبايتين عصير طماطم من اللي ضربته، وقلبت برضو كل حاجة. وهنا بقى حطيت التوابل، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة زعتر مجفف، ومعلقة صغيرة برضو ريحان مجفف. وفي اي حاجة مليانة طماطم كده بحط سكر، حطيت منه اقل من نص معلقة صغيرة بس. ودوبت التوابل دي في الصوص. بعد كده هديت النار وغطيت الطاسة وسبت الصوص يغلي على نار هادية. في مطاعم بتسيب الصوص ده يغلي بالساعات، بس بما ان ما فيهوش لحوم او اي مكونات ناشفة انا شايف ان من 10 دقايق لربع ساعة كده كفاية قوي. وفي نص الوقت ده احتاجت ازود له شوية مية مغلية عشان كان نشف. بعد ربع ساعة من اول ما سبته يغلي ده بقى شكله، لونه بقى احمر قوي وقوامه بقى حلو، بس كله كتل كده من البصل والثوم وقشر الطماطم والتوابل، فاتخلصت من كل ده باني صفيته. وانا بصفيه كنت بضغط عليه كده عشان اعصره كويس من كل الطعم اللي فيه، وكده المفروض يبقى خلص، بس انا القوام ده كان خفيف قوي بالنسبة لي، فرجعته بعد ما صفيته في الطاسة تاني على نار متوسطة وسبته يغلي كام دقيقة بس. وكده بقى تمام ومش فاضل غير ان ارص البيتزا. بدل الحركة بتاعت البيتزا ستون والبيتزا بيل اللي بيحتاجوا مهارة في الاستخدام، اسهل حاجة هي اني حطيت الصينية اللي بتيجي مع الفرن دي بحيث تبقى في نص الفرن بالظبط. لو مش عندكوا حطوا اكبر صينية عندكوا على الشبكة عادي. شغلت عليها الفرن من فوق وتحت على اعلى درجة حرارة اللي هي عندي 250 وسبته يسخن. وكور العجينة كده كانت استريحت كفاية، رشيت شوية دقيق على ورقة زبدة
وحطيت كورة من العجينة عليها وسبت التانية متغطية. غطيت الكورة دي بشوية دقيق عشان اسهل الفرد. اسهل حاجة على فكرة انكم تفردوها بالبن بتاعت فرد العجين، بس لو عملتوا كده هتفرقعوا معظم البابلز بتاعت الهواء اللي اتكونت جوه العجينة وهي بتخمر، وده مش هيخلي الاطراف هشة قوي. فالاحسن لو تقدروا افردوها بايديكوا كده من جوه لبره وما تضغطوش خالص على الاطراف دي اللي هتكون الكراست. سيبوا منها نص سنتي بس، مش محتاجين اكتر من كده. كده كده بيكبر اكتر وهي البيتزا بتستوي، بس خلوا الدايرة اللي في النص كلها رفيعة على قد ما تقدروا. عشان الفرن بتاعي صغير فده اكبر حجم بيتزا قدرت اعمله. خرمتها بالشوكة الاول عشان امنع انها تتنفخ من النص وعشان الصوص والجبنة يمسكوا فيها احسن. ووزعت الاول عليها الصوص اللي عملته من شوية. كمية الصوص دي على حسب ما تحبه. اللي انا بحب اكتر منه قوي هو الجبنة، مع ان الطبيعي بتاع نيويورك بصراحة ان الجبنة فيها ما تبقاش كتير. في الاخر برضو عملت التريك اللي قلتلكوا عليها قبل كده بتاعت ان رش شوية صوص عشوائي فوق الجبنة، دي بتديها شكل احلى لما تتحمر. شديت البيتزاية دي بورقة الزبدة اللي هي عليها كده فوق بورد او صينية او اي حاجة مفرودة عندكم، وبحذر جدا نقلتها برضو بورقة الزبدة على الصينية اللي كنت سايبها تسخن في الفرن. خلوا بالكم ان ايديكم ما تلمسش فوق. وسبت البيتزا تستوي. لو الفرن عندكم مش بيشتغل من فوق وتحت مع بعض، ابدأوا بانكم تشغلوه من تحت لحد ما تلاحظوا ان نص العجينة من تحت استوى والجبنة ساحت، وبعدين شغلوا الشواية من فوق على اعلى درجة حرارة برضو. انا سبتها لحد لما العجينة من فوق اتحمرت والجبنة كمان ساحت واتحمرت وبقى ده شكلها. قبل ما اقطعها سبتها تبرد 5 دقايق علشان الجبنة ما تبصش. بعد كده قسمتها. سامعين قرمشة الكراست؟ والبيتزاية دي صغيرة فقسمتها 6 سلايسز بس مش 8، وطلعت زي ما انا عايزها بالظبط، رفيعة وهشة والكراست مقرمش وحلو جدا لدرجة انه يتاكل لوحده. والصوص اللي عليها مخليها مش محتاجة اي اضافات تانية. الطريقة دي مش بس من احسن الطرق اللي بتعمل بيها البرجر، دي كمان من اسهلهم، وهي السر اللي بيخلي البرجر يطلع جوسي وفي نفس الوقت عليه كراست مقرمش من بره. اسمه سماش برجر عشان وهو بيتعمل لازم يتفعص كده، ودي حاجة واحدة من كذا حاجة بتخليه مختلف ومميز جدا عن اي برجر تاني دقتوه، فلازم تركزوا كويس في كل الخطوات اللي في الفيديو ده. اللحمة اللي بيتعمل منها هي لحمة مفرومة لا دسمها كتير ولا قليل، نسبة 80-20 كويسة جدا للبرجر ده. جبت نص كيلو وقسمته 5 كور، كل كورة 100 جرام. ده عن تجربة احسن وزن يخليه يستوي كويس بسرعة من غير ما ينشف. لو مش عندكم ميزان قسموا النص كيلو 5 حتت بالتساوي بالشبه كده. عملت الكمية كلها على شكل كور وشلتها في التلاجة على ما عملت بقية الحاجة عشان لازم الكور تبقى ساقعة قبل ما اسويها. والكور بتسقع في التلاجة جهزت التوبينجز اللي هحطها عليه. كنت عايز صوص يليق مع النوع ده من البرجر، يكون بسيط بس طعمه قوي، فحطيت نص كوباية مايونيز، عليها معلقتين صغيرين كاتشب، ومعلقة صغيرة مستردة، ومعلقتين صغيرين خل تفاح او خل عادي، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة من المكون اللي بحب احطه على اي صوص برجر، خيار مخلل مبشور. قلبت كل ده في بعضه كويس وبس كده. الخس بيدي البرجر قرمشة وطعم فريش حلو كده، فقطعت شوية منه شرايح رفيعة، والبصل كمان من اكتر الحاجات اللي بتليق على البرجر، بس المرة دي قلت بدل ما احطه ني زي ما هو كده اعمل كارملايزد اونيونز. سخنت معلقتين كبار زيت في طاسة على نار متوسطة، وحطيت فيها بصلة كبيرة مقطعها شرايح، وفصلت الشرايح عن بعض كده. بعدين رشيت رشة ملح حوالي ربع معلقة صغيرة وفضلت اقلب. بعد شوية البصل بيصفر ويبقى طري، مش دي المرحلة اللي انا عايزها، انا عايزه يتكرمل خالص. بعد حوالي 10 دقايق من التقليب، اول ما تلاحظوا ان البصل بدأ يتحمر زودوا ربع كوباية مية. ومش محتاجين سكر، البصل كده كده فيه نسبة سكر كافية لانه يتكرمل، وكمان المية اللي زودناها دي هتساعده في كده. لما البصل بقى لونه بني وطري خالص كده شلته من على النار. في تركة تانية بتفرق جدا في اي برجر تعملوه قلتلكوا عليها قبل كده، وهي انكم تحمصوا العيش بتاعه. انا استخدمت البرجر بان او الكايزر العادي ده وحمصته في زبدة على نار هادية لحد ما بقى لونه كده. دلوقتي مش فاضل غير ان اسوي البرجر نفسه، بحب اخلي دي اخر خطوة عشان يبقى سخن وانا باكله. سخنت زيت في طاسة ما بتلزقش على نار بين العالية والمتوسطة. كتير هيقولوا لكم لازم طاسة ستينلس او كاست ايرون في السماش برجر بالذات، بس انا جربت الاتنين ودي كانت اسهل من غير فرق كبير في الطعم. حطيت كورة لحمة واحدة في الزيت وحطيت عليها ورقة زبدة عشان ما تلزقش في الطاسة اللي هبططها بيها. وهنا بقى عملت السماش. مش محتاجين الويت بتاع مطاعم البرجر، استخدموا زي اي طاسة تكون فلات من تحت واضغطوها جامد. بعد ما ضغطتها شلت ورقة الزبدة ورشيت على البرجر من فوق رشة توابل عبارة عن نسب متساوية من ملح على فلفل اسود على بابريكا على بودرة ثوم. هتلاحظوا اني بططتها اكبر بشوية كتير من ما انا عايز عشان حجمها بيصغر وهي بتستوي. الحجم اللي انا عامله ده الوش منه بيستوي في من 2 ل 3 دقايق. اول ما لاحظت ان البرجر من تحت استوى قلبته.
شايفين اللون والكراست المقرمشة دي بسبب الصدمة اللي خدتها كرة اللحمة لما اتحطت على الطاسة السخنة مع الضغطة او السماش اللي بايدي. رشيت على الوش ده كمان رشة من التوابل وحطيت الجبنة عشان تسيح عليه. انا استخدمت جبنة ايمونتال بتليق جدا على البرجر، بس استخدموا اي جبنة بتسيح تحبوها زي التشيدر او الامريكان تشيز. لما الجبنة ساحت كده ده معناه ان البرجر استوى كويس. شلته من على النار وعملت بقية الكمية. انا بعمل واحدة واحدة عشان تبان في التصوير، بس لو مساحة الطاسة عندكم تسمح اعملوا اكتر من واحدة مع بعض عادي، بس ما تنسوش تزودوا زيت بعد كل باتش. بعد ما خلصت البرجر بدأت مرحلة الاسمبلي. فردت الصوص اللي عملته على البن من تحت ومن فوق، وحطيت من تحت شوية خس عليها طبقتين من البرجر، ممكن تخلوها طبقة واحدة او 3 حسب ما انتوا تحبوا. ومن فوق حطيت الكراميلايزد اونيونز وقفلت البن. وبالنسبة لي اي برجر لازم جنبيه فرايز، قولولي انتوا بتحبوا جنبيه ايه. وبس كده. شكل الساندوتش باين كان حلو قد ايه، بس مش شكل بس، هو فعلا كان تحفة. لو جربتوه بالطريقة دي هتحسوا ان حاجة مختلفة خالص عن البرجر بالطريقة العادية، جوسي وعليه كراست مقرمش، وزي اي برجر الصوص والتوبينجز اللي عليه مخليها في ليفل تاني خالص. جربوه وقولولي رأيكم. عشان فتة الشاورما تطلع مظبوطة لازم كل مكون من مكوناتها يتعمل صح، من اول الفراخ اللي لازم تكون جوسي ومتبلة كويس، والرز الاصفر المبهر، والتومية والعيش المحمص اللي بينقلوا الاكلة دي من مجرد طبق رز بالفراخ لطبق فتة شاورما لذيذ جدا. الفراخ اللي استخدمتها هي نص كيلو صدور فراخ متقطعة بانيه كده. في فيديو الشاورما اللي فات عملتها زي ما هي، بس في الفيديو ده عشان اديكوا طريقة تانية للتسوية قطعت البانيه ده شرايح قد الشاورما كده، وحاولت على قد ما اقدر ان الشرايح تبقى قد بعض عشان تاخد نفس السوا بالظبط مع بعض. تتبيلة الفراخ اللي عملتها بقى كانت عبارة عن كوباية زبادي، دي اللي بتحافظ على ان الفراخ تفضل طرية وجوسي بعد السوا خصوصا الصدور. عليها معلقتين كبار زيت زيتون، وعصير ليمونة صغيرة، ومعلقة صغيرة ملح، وخلطة البهارات دي فاكرينها اللي قلتلكوا سموها تتبيلة عمر عربي للشاورما، هفكركوا بيها. دي كانت عبارة عن معلقة صغيرة حبهان اللي هو الهيل مطحون، وبودرة توم، وبودرة بصل، وصماق، وكمون، وزعتر، وشطة أو بابريكا لو مش بتستحملوا الشطة، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، وجنزبيل، وقرفة، وربع معلقة صغيرة كركم، وقرنفل مطحون. وال13 بهار دول هما اللي بتبل بيهم شاورما الفراخ اللي بعملها على طول، وساعات بتبل بيها أي فراخ كمان عادي. حطيت منها معلقتين صغيرين مليانين على الشاورما، وقلبت الفراخ في التتبيلة واتأكدت ان التتبيلة نفسها اختلطت كويس وانها غطت كل قطعة من قطع الفراخ. بعد كده سبتها تتبل ساعة. اول حاجة عملتها بعد الساعة دي هي التومية، بنفس الطريقة اللي بعملها بيها على طول. بدأت بكوباية مية متقلب فيها معلقتين كبار نشا، قلبتهم على نار هادية لحد ما وصلت للقوام ده، وسبته يبرد لحد ما بقى زي الجيلي كده. بعد كده حطيته في الخلاط وعليه معلقة صغيرة ملح، و4 فصوص توم كبار، وكوباية زبادي، و3 معالق كبار مايونيز، وعصير ليمونة صغيرة، ومعلقة كبيرة خل. وخففته شوية بكمية حليب تكفي بس انها تخلي الميكس ده يتضرب في الخلاط، مش اكتر من كده. وهو بيتضرب زودت ربع كوباية زيت بالراحة جدا. وكده خلصت. حطيتها في ازازة سكويز وشلتها على ما عملت بقية الحاجات. اول حاجة في الحاجات دي هي العيش اللي بيستخدم في الفتة دي هو العيش الشامي او اللبناني. كنت عايز اقطعه باني اعمل بصوابعي كده، الاقيه اتقطع زي ما بشوف الناس بتعمل على انستجرام، بس لسبب ما الموضوع ده ما اشتغلش معايا، مش عارف ليه، فاضطريت اقطعه مربعات بالسكينة عادي. قطعته مربعات صغيرة وفككت المربعات دي من بعض كده وحمصتهم في الاير فراير. ممكن كمان تعملوه في الفرن او تقلوه في الزيت، المهم سيبوه يتحمص لحد ما يوصل للون ده او افتح من اللون ده شوية، انا بصراحة نسيته بس شغال مش مهم. عملت بعد كده الرز، وللرز ده سيحت معلقة كبيرة سمنة على نار بين الهادية والمتوسطة، وحطيت فيها حوالي ورقتين لورل، و4 حبهانات سلام، وقرنفلتين، ونص عود قرفة، وحوالي نص معلقة صغيرة فلفل اسود سليم. قلبت البهارات دي في السمنة دقيقة واحدة بس لحد ما ريحتهم ظهرت. بعدين حطيت كوباية رز بسمتي. عادة الرز البسمتي لو نوع كويس مش بيحتاج يتغسل. وعشان اديله اللون الاصفر حطيت نص معلقة صغيرة كركم، وقلبت الرز في السمنة والبهارات دي لحد ما اتغطى بيهم كويس. وهنا بقى حطيت كوباية ونص شوربة سخنة. الشوربة بتدي طعم حلو جدا للرز، بس لو مش عندكم استخدموا مية ومرقة او مية بس. حتى الرز البسمتي كل كوباية بتحتاج من مرة ونص لمرة و3/4 مية. والملح حطوه على حسب ملوحة الشوربة اللي استخدمتوها، لو الشوربة ما كانش عليها اي ملح استخدموا معلقة صغيرة.
عشان انا حطيت الشوربة سخنة فغلت على طول، غطيت الحلة ووطيت النار لأهدى حاجة في البوتاجاز وسبت الرز يستوي. وهو بيستوي قلت اسوي بقى الفراخ اللي كل ده سايبها في التتبيلة، ودي سويتها بطريقتين. الأولى عادية جدا، وهي إني سخنت زيت على نار عالية في طاسة واسعة وحطيت فيها الشاورما من غير ما أزحم الطاسة عشان تستوي كويس، وكل شوية بس كنت بقلبها عشان تتحمر من كل حتة، وشلتها لما استوت بالكامل وبقى ده شكلها. بس لو عايزينها أخف على فكرة ممكن تعملوها في الإير فراير، المهم توزعوها كويس في باسكت الإير فراير وما تزحموهمش عشان الحرارة تلمسها من كل حتة، وفي النص ما تنسوش تقلبوها برضو عشان الحرارة تلمسها من كل حتة. طلعتها من الاير فراير لما بقى ده شكلها، وده الفرق في الشكل بينها وبين المعمولة في الزيت. طبعا اللي معمولة في الزيت بيبقى ليها لمعة احلى كده، وفي الطعم اللي معمولة في الزيت بتبقى اطرى وجوسي اكتر، لكن بتاعت الاير فراير برضو حلوة جدا واخف. بعد ما خلصت الفراخ بصيت على الرز، كان بقاله حوالي تلت ساعة بيستوي. دقت حتة من النص من فوق، لما لقيت الرز فيها استوى عرفت كده ان بقية الرز استوى. شلته من على النار، وكده ما بقاش فاضل غير اني ارص الفتة. اول طبقة من تحت هي العيش، حطيت عليه شوية تومية وغطيته بيها. بعد كده فوقيهم حطيت الرز، وفوقيه الشاورما، وطبعا اكسترا تومية من فوق. ممكن كمان تزودوا اضافات تانية زي الصنوبر او اللوز المحمص، وممكن خيار مخلل او بقدونس زي ما تحبوا. قولولي ايه اللي بتحبوا تزودوه من فوق. عادة البرجر بتاع الفراخ ده بيتعمل بالصدور، ممكن تعملوه بالأوراق لو حابين، بس قوامه هيبقى مختلف شوية عن قوام البرجر اللي متعودين عليه. أنا قطعت نص كيلو من صدور الفراخ دي عشان أعرف أفرمها في الكبة، حطيت عليها حوالي 3 معالق لبن رايب وفرمتها. وعلى فكرة هتلاقوا دلوقتي في السوبر ماركت فراخ مفرومة جاهزة. عشان البرجر يحافظ على شكله وما يتفتتش حطيت عليه معلقتين كبار دقيق، وتبلته بمعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود وشطة وبابريكا وبودرة توم وبودرة بصل. والكرفس المجفف ده مش بلاقيه كتير، بس لو لقيتوه استخدموا منه نص معلقة صغيرة برضو، بيدي طعم حلو جدا للفراخ. عجنت بعد كده المكونات دي كلها في بعضها. لو الكبة بتاعتكم قوية ممكن كنتوا من الأول تحطوا كل المكونات على بعض وهي تفرم وتقلب التوابل معاهم. الحركة الجاية دي بقى اتعلمتها من الكومنتس بتاعتكم. دهنت ايدي بالزيت قبل ما اعمل اشكال البرجر عشان الفراخ ما تلزقش فيها، وعملت الواحدة حوالي 100 جرام. الأول شكلتها على شكل كورة، بعدين بططتها وخليتها دايرة رفيعة، والأحسن إنها تبقى رفيعة كده عشان هنسويها وهي مجمدة، فده يضمن إنها تستوي كويس. فصلت بينهم بورق بلاستيك او اكياس تلاجة، بعدين شلتهم في الفريزر. وزي اي برجر سواء بالفراخ او باللحمه بعمله، بحب الاول ان احمص البان في الزبده، ده بيخلي طعمه احلى وبيخلي الصوص ما يبلش العيش زياده عن اللزوم. ومن اكتر الصوصات اللي بحبها مع الفراخ المقليه عموما هو الهاني ماسترد، وده بعمله بكميه من المستردة وقدها مايونيز واقل من نصها عسل. ساعات كمان بعمل معاه صوص الرانش، هتلاقوا طريقته ده عندي على الانستجرام. الاحسن اسيب البرجر في الفريزر لحد ما يتجمد خالص، بس انا كنت مستعجل اخلص الفيديو فطلعته لما مسك نفسه بس شويه، وسويته بكذا طريقه. الاولى في طاسه مع شويه زيت قليلين على نار متوسطه، بياخد حوالي دقيقتين على كل وش عشان يستوي، وعادي تقلبوه كذا مره وهو بيستوي لحد ما تتاكدوا انه استوى كويس من الناحيتين. وممكن تدوسوا عليه بالراحه كده عشان يتحمر من كل حته بشكل متساوي، لكن ما تضغطوش جامد عشان ما يخرجش كل الجوسز اللي فيه ويبقى ناشف. وعلى فكره برضو ممكن تشوه بنفس الطريقه على الفحم على شبكه الشوايه وبيبقى طعمه تحفه. الطريقة التانية اللي سويت بيها هي بطبقة بريدنج. ضربت بيضة مع معلقة كبيرة لبن ورشة فلفل اسود، وتبلت دقيق بنفس التوابل اللي تبلت بيها الفراخ. واخر حاجة ودي اختياري هي البقسماط الكريسبي ده، بس الدقيق لوحده كفاية، هوريكم دلوقتي. الاول حطيت البرجر في الدقيق المتبل وغطيته من الناحيتين، بعدين هزيته عشان ينزل الزيادة وغطيته بالبيض وهزيته برضه عشان ينزل الزيادة. وهنا بقى ممكن اعمل حاجة من حاجتين، احطه في الدقيق تاني واغطيه بيه برضه، وده اللي بيعملوه في معظم المطاعم، او اغطيه بالبقسماط الكريسبي، وده بيخليه شبه الشركات اللي بيتباع فروزن في اي سوبر ماركت. وطبعا لو كان البرجر مجمد خالص كانت الخطوة دي هتبقى اسهل بكتير، فخلوه يتجمد كويس وما تستعجلوش زيه. قليت بعد كده البرجر ده في زيت غزير على نار متوسطة، وعشان الزيت غزير محتاجتش اقلبه في النص، زقيته بس بالراحة جدا كده عشان الزيت يبقى مغطيه من كل حتة ويستوي كويس. لما لونه بقى ذهبي وشكله استوى من كل حتة كده صفيته من الزيت كويس وشلته، وقليت التاني بنفس الطريقة. الساندوتش بقى حطيت فيه صوص من فوق ومن تحت، وحطيت من تحت خالص خس فوقيه البرجر، والجريل ده بحط عليه طماطم بس، لكن المقلي بقى بحط عليه جبنة وتركي مدخن ومش بحط طماطم. شكله زي ما انتوا شايفين بيبقى تحفة، وميزته ان ممكن تعملوا كمية من البرجر وتشيلوها في الفريزر وتطلعوها في اي وقت تسووها بالطريقة اللي انتوا عايزينها. عجبني الجريلد عشان خفيف وطعمه حلو، والمقلي في الدقيق كان تحفة زي المطاعم، بس انا بحاول اقلل الاكل المقلي، فغالبا اللي هعمله اكتر هو الجريلد. قولوا لي انتوا انهي عجبكم اكتر او انهي حاسينه هيبقى احلى. ده السجق العادي اللي بيتباع تقريبا عند اي حد بيبيع لحمة،
ميزته انه عادة بيبقى متبل ومش محتاج مهارة قوي في طبخه، وليه طرق كتير يتطبخ بيها، بس اسهلهم هي انه يتشوح زي ما هو كده في طاسة. بس في الفيديو ده هقولكوا على 3 طرق يتعمل بيها السجق، كل طريقة فيهم هتحسسكوا انه حاجة مختلفة تماما عن اللي قبلها. وهبدأ بالسجق المفروم عشان دي الطريقة المفضلة بالنسبة لي، والطريقة دي مش بتتعمل بالسجق كله، هي بتتعمل باللي جوه السجق. السجق عبارة عن حاجة اسمها هانك أو كيسنج، مش لازم تعرفوا ايه هي، وجواها خلطة لحمة مفرومة كويس بالبهارات والخضروات. خرجت خلطة اللحمة اللي جوه دي بإني ضغطت عليها بصوابعي كده، وعملت كده في نص كيلو سجق. بعد كده حطيت طاسة ما بتلزقش على نار بين المتوسطة والعالية، وما حطيتش فيها أي زيت. الدهون اللي في السجق عادة بتبقى كتير وهتكفي إنها تسوي الوصفة كلها. أول ما حطيت لحمة السجق دي في الطاسة فتتها بالسباتيولا كده. بعدين حطيت عليها معلقتين كبار معجون طماطم، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة. ده معجون معمول من الفلفل الحراق، لو مش عندكم بدلوه بالشطة العادية أو شيلوه خالص لو مش عايزين الأكل حراق. قلبت بعد كده المكونات دي في بعضها وأنا بفتتها في نفس الوقت، ولما اتفتتت خالص ووصلت لشكل السجق المفروم ده حطيت عليها حوالي كوباية مية مغلية، وغطيت الطاسة وهديت النار وسبت كل حاجة تستوي على نار هادية. بعد حوالي 10 دقايق فتحت على السجق ودقت عشان اشوف لو ناقصه اي توابل. لقيته بس محتاج ملح وكمون وتوم مهروس. ما قلتش كمية التوابل بالظبط عشان دي هتختلف تماما من نوع سجق للتاني، لان السجق تتبيلته نفسها بتختلف تماما من مكان للتاني، وممكن تلاقوه مش محتاج اي توابل اصلا. بعد ما حطيت التوابل قلبتها كويس وشلته من على النار عشان اعمل النوع اللي بعديه وهو السجق بالخلطة. الطريقة الجاية دي محتاجة اني اقطع السجق قطع صغيرة كده، وعادة عشان السجق وهو ني بيبقى طري فبيتبهدل وهو بيتقطع. عشان كده للطريقة دي جمدت السجق، بس جمدته نص نص، اللي هو مش تلج وفي نفس الوقت مش طري خالص زي اول ما بيجي. الحركة دي سهلت جدا تقطيعه زي ما انتوا شايفين كده، وده حجم قطع السجق اللي انا بحب استخدمها في الوصفة دي. مع السجق كمان قطعت بصلة متوسطة شرايح، وفلفلة خضراء نفس الكلام، وطماطماية متوسطة قطعتها مكعبات صغيرة. وعشان بحب السجق حراق قطعت معاها قرن فلفل حراق، بس خلوا بالكم ان قطع الفلفل الحراق دي غالبا هتيجي في بق حد، وحتى لو الحد ده بيستحمل الشطة ممكن ما يستحملش قطعة فلفل كبيرة مرة واحدة في بقه، فعشان كده قطعوها شرايح رفيعة خالص زي ما انا عملت كده. عشان اسوي بقى السجق ده جبت طاسة كبيرة سخنت فيها شوية زيت على نار بين المتوسطة والعالية. وايوه السجق فيه دهون بتنزل منه في الطاسة وممكن يستوي من غير زيت، بس الزيت السخن هيضمن انه اول ما السجق يلمس الطاسة يبدأ يمسك نفسه ويحافظ على شكله، وده اللي احنا عايزينه في الوصفة دي بالذات. بعد ما حطيت السجق في الزيت فضلت اقلب لحد ما لونه بدأ يتغير، وكل قطعة سجق بقت ماسكة نفسها ومحافظة على شكلها، مش طرية خالص كده زي وهو ني. هنا حطيت كل الخضروات اللي قطعتها مع بعضها عليه وقلبتهم دقيقة بس، وحطيت عليهم توابل بسيطة عبارة عن نص معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وكمون، وكزبرة، وفصين توم مهروسين. بس زي ما قلتلكوا التوابل دي بتختلف من نوع سجق للتاني. وعشان اللون بس حطيت معلقة كبيرة معجون طماطم، وقلبت كل ده في بعضه كويس لحد ما المكونات اتوزعت والتوابل غطت كل حاجة. هتلاحظوا هنا ان السجق والخضروات نزل منهم مية، والمية دي كفاية عشان السجق يكمل سوا فيها. غطيت الطاسة ووطيت النار وسبتهم يستووا من 5 ل10 دقايق. بعد المدة دي فتحت عليه ودقت واحدة عشان اتأكد انه استوى ومش ناقص توابل. لقيته بس ناقص شوية ملح، زودتهم وقلبت وشلته من على النار عشان اعمل اخر نوع السجق المدخن. ده عشان افرقه عن اللي فاتوا اكتر هعمل السجق سليم زي ما هو كده من غير ما اقطعه خالص، بس ممكن تقطعوه زي الوصفة اللي فاتت بالظبط. سخنت الاول شوية زيت في طاسة على نار بين العالية والمتوسطة، وحطيت فيها السجق وفضلت اقلبه وادحرجه كده عشان يستوي من كل الجوانب. بعد ما استوى لقيته نزل دهون كتير في الطاسة، صفيت معظم الدهون دي بس شلت منها شوية ورجعتها على النار تاني. عشان السجق شبه الهلال كده فعادة الجوانب اللي فوق واللي تحت دي هتستوي زيادة عن الباقي، بس ده مش مشكلة، بالعكس ده ممكن اصلا يقوي الطعم المدخن في السجق. لما اتأكدت ان السجق استوى وطيت النار وحطيت رشة ملح، ودي برضو حسب نوع السجق فخلوها للآخر، ونص معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، وقلبت السجق تاني عشان التوابل دي تغطيه. بعدين حطيت باربيكيو صوص حوالي 3 معالق كبار، ودبس رمان بس ده حطيت منه قليل قوي عشان ما يسكرش السجق زيادة عن اللزوم، ولو عايزينه حراق كمان حطوا هوت صوص. قلبت المكونات دي لحد ما غطت السجق من كل حتة،
بعد كده طفيت النار، بس قبل ما اشيله من على البوتاجاز جبت فويل وعملت بيه زي طبق صغير كده، وحطيت فيه شوية من دهون السجق اللي صفيتها من شوية. بعد كده حطيتها في نص الطاسة بتاعة السجق، وحطيت فيها فحمة صغيرة مولعة وغطيت الطاسة عليها. الحركة دي ممكن تبدلوها بان انتوا اصلا تشووا السجق على الفحم، بس طبعا في الطاسة اسهل بكتير، وساعات كمان السجق لما بيتشوي على الفحم حجمه بيصغر جدا عشان كل الدهون اللي جواه بتسيح وبتقع على الفحم. بعد من 3 ل5 دقايق كده مع الفحم فتحت الطاسة، وكده بقى جاهز. السجق بقى ممكن يتاكل مع حاجات كتير، مكرونة، بطاطس، عيش بلدي أو حتى رز. أنا عملته المرة دي في فينو. وعلى فكرة ال3 أنواع اللي عملتهم في الفيديو دول مش هما الطرق الوحيدة اللي ممكن تعملوه بيها، بالعكس ميزة السجق ده إنه ممكن يتعمل بيه وصفات كتير جدا مختلفة عن بعض تماما. والحلو إن سهل أوي تجربوا فيه اختراعاتكم في الأكل. لو اخترعتوا اختراعات بيه قبل كده اكتبوها لي. اللي انا ماسكه ده فيه كل حاجة اي حد بيحب البرجر ممكن يبقى عايزها. برجر جوسي، جبنة سايحة، صوص مشروم، وصوص تاني عشان يعمل ميكس معاه، واسمه مشروم اند سويس. اللحمة اللي استخدمتها فيه هي اللحمة اللي بستخدمها في اي برجر، قليلة الدسم بس مش زيرو دسم، وعجنتها بايدي كده عشان البرجر ما يتفكش وانا بقلبه لما يستوي. ممكن تتبلوه هنا باي توابل، بس انا عامله صوصين فمش عايز اغطي على طعمهم بتوابل كتير. هتبله بس بملح وفلفل اسود وانا بسويه. بعد ما عجنت اللحمة قسمتها كورتين، الواحدة 200 جرام. الكرة ال 200 جرام دي هتعمل برجراية كبيرة قوي، وانا عايز كده عشان انا جايب بان كبير، بس ممكن تعملوه بأي مقاس يناسبكم. بططتها بإيدي كده على شكل دايرة كبيرة أكبر من البان اللي هستخدمه، ده عشان البرجر حجمه بيصغر وهو بيستوي، فعايزه لما يكبر يفضل برضو قد البان. أهم حاجة الدايرة دي يبقى سمكها من كل حتة قد بعضه، وعشان حجمها كبير قوي فلما هتكش وهي بتستوي شكلها ممكن يبوظ، فعملت فيها حفر بصوابعي كده عشان أقلل من الموضوع ده. بعد ما عملت الاتنين شلتهم في الفريزر عشان يمسكوا نفسهم على ما اعمل بقية المكونات. واول مكون هو البيبر مايو، ده الصوص اللي عادة بيتحط عليه، وده عبارة عن نص كوباية مايونيز عليها معلقة صغيرة عصير ليمون، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ورشة بودرة توم او تمن معلقة صغيرة. التمن ده اللي هو اقل من الربع عشان بيجيلي السؤال ده ساعات. قلبت المكونات دي كويس وكده بقى جاهز الصوص. بعديها عملت صوص المشروم. اكيد سمعتوا كتير ان المشروم ما ينفعش يتغسل، بس هو في الحقيقة ينفع. المهم تستخدموه بعد ما يتغسل على طول وما تسيبوهوش كتير، ده غير اني بصراحة نفسيا مش ببقى مستريح وانا باكله مش مغسول، واكيد انتوا كمان كده. بالمية كده شلت الطينة بس اللي عليه، بعد كده صفيت المية وبدأت على طول في تقطيعه. قطعته سلايسز مش رفيعة قوي، دول كانوا ربع كيلو. الكمية تبان كبيرة وهو ني كده، بس هتصغر خالص لما هيستوي. وغير المشروم كمان قطعت بصلة متوسطة سلايسز في رفع المشروم، وفي طاسة ما بتلزقش على نار بين العالية والمتوسطة حطيت المشروم زي ما هو من غير زيت ولا أي حاجة، وقلبته دقيقة بس عشان يبخر معظم المية اللي ممكن يكون شربها وأنا بغسله. بعدين حطيت شوية زيت وحطيت البصل، رشيت عليها ملح وفلفل اسود وبدأت اسويهم. تسوية المشروم والبصل بصراحة بتاخد وقت طويل، هي أطول خطوة أصلا في الأكلة دي كلها، بتاخد من 10 دقايق لربع ساعة تقليب. لما استوى بالكامل وبقى بني متكرمل كده حطيت عليه شوية باربيكيو صوص، بس ده اختياري، وممكن تبدلوه بالكاتشب أو أي صوص تاني يمسكهم بس ويكون لايق على المشروم. وهنا طفيت النار ونقلت المشروم ده في بولة، بس هو كده لسه مخلصش على فكرة. رجعت الطاسة على النار تاني عشان أعمل البرجر. هعمله واحدة واحدة عشان مسحمش الطاسة. طلعت واحدة من الفريزر ومش لازم تبقى اتجمدت، المهم تبقى مسكت نفسها بس، ودهنتها بالزيت. بعد كده حطيتها في الطاسة، والبرجراية دي تخينة فعشان كده خليت نار البوتاجاز متوسطة مش عالية، لو عالية هتحرقه من بره من غير ما يستوي من جوه. فضلت بضغط عليها بالراحة كده عشان تستوي بشكل متساوي من كل حتة، الأطراف والنص. ولما لقيت انها اتحمرت بالكامل من تحت رشيت عليها ملح وفلفل اسود وقلبتها، ورشيت على الوش التاني ده برضو ملح وفلفل اسود. ودي زي ما قلتلكوا وزنها 200 جرام. بالنسبة لي دي بتحتاج على كل وش ربع معلقة صغيرة ملح وتمن معلقة صغيرة فلفل اسود، يعني المجموع نص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل اسود على البرجراية كلها على الوشين. فضلت اضغط عليها لحد ما لقيتها اتحمرت كويس من الناحيتين، وهنا وطيت النار وجبت الجبنة. كلمة سويس في الاسم بتاع مشروم اند سويس هي دي الجبنة السويسري. ممكن تستخدموا الايمونتال او ممكن تسيبوكوا خالص من الاسم وتعملوها بالجبنة السلايسز العادية بتاعت البرجر، بتسيح اصلا احسن من السويس تشيز. حطيت منها على البرجر وغطيت الطاسة وسبتها تسيح على نار هادية.
وبعد ما ساحت شلت البرجراية من الطاسة وحطيت مكانها تاني المشروم اللي عملته وقلبته عشان يسخن وعشان ياخد من طعم البرجر. وعشان انا عامل برجراية ليا وبرجراية لهدى فقسمت المشروم اتنين وعملت صوص المشروم اند سويس باني حطيت جبنة تاني فوق المشروم وغطيت الطاسة وسبتها تسيح عليه، وكده ما بقاش فاضل غير اني اعمل الساندوتش. استخدمت فيه البرجر بان ده وهدى استخدمت البريوش، بس ممكن تستخدموا اي بان تحبوه. كنت محمصه بالزبدة على الطاسة قبل ما ابدأ، حطيت فيه معلقة كبيرة صوص من فوق ومن تحت، وعلى الجزء اللي من تحت حطيت البرجر بالجبنة السايحة وفوقيه المشروم بالجبنة السايحة، وقفلت الساندوتش. وبقى ده شكله. متهيألي من شكله مش محتاج اوصف طعمه، المشروم السايح في الجبنة على البرجر مع صوص البيبر مايو في البن المتحمص كان ميكس رهيب. وعلى فكرة برضو في العيش البريوش بيبقى حلو جدا. بس قولولي ايه اكتر عيش بتحبوه فيه، وايه اكتر حاجة بتحبوها على البرجر. ولو وصلتوا للنقطة دي شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.